السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. بودكاست جديد ان شاء الله. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي هو مهم جدا جدا، خصوصا لينا حنا العيالات. كاينين بعض العيالات او الاغلبيه، نقدر نقول الاغلبيه اللي كيتشكاو يعني من شغل ديال الدار، شغل ديال الدار اللي ما كيتقاداش. كاينه اللي من الصباح حتى العشيه وكتضل واقفه على رجليها، وفي الاخر تتبقى دارها مرونه وشغلها ما كيبانش. ويعني وكتضل في واحد التوتر، في واحد ما كيعجبهاش الحال، ما كيكونش النقه في الدار، ما تتكونش الدار مرتبه رغم انها كدير المجهود الكامل باش زعما دارها تبقى مرتبه ومقاده. وهنا ان شاء الله في هذا البودكاست غادي نهضروا على بعض الحيل اللي تخليك تكوني حاذقه في شغل الدار ومتوله كذلك، ودارك ديما تبقى كتشعل بالنقاوه والترتيب. هادشي راه من طبيعة الحال، راه ماشي شي سحر ولا شي حاجة، ولكن هي عادات بسيطة خصك غير تنظمي وقتك. وغادي نعطيو بعض النصائح اللي غادي تهمك وغادي تعاونك باش توصلي لهاديك النتيجة اللي بغيتي. واولا غادي نبداو تنظيم الوقت. تنظيم الوقت نقدر نقول لكم هو مفتاح الحداقه ديال كل مرة. يعني باش تولي حادقه خاصك تعرفي وقتك تنظميه وما تضيعيش. غادي ندير واحد البرنامج يومي. هذا البرنامج يعني خاص بالشكام بطبيعة الحال، وغادي يكون داخل فيه واحد الوقيته صغيره لينا حنايا باش نتراحوا فيها. كيف ما كنعرفوا بان راه الشقا ضروري ديال كل صباح. يعني هذا البرنامج اليومي غادي نبداه منين؟ فيق من النعاس من الصباح. كاين فيق جمعي بلاصتك، غسلي الماء ديال الفطور. يعني ما نحاولش نتجاوز كل حاجه، ناجلها ونقول حتى من بعد. كاين فيق نجمع بلاصتي سير بلاص قبل ما نخرج من البيت. غادي ندخل الكوزينه، نصايب الفطور، نفطر، نغسل الماء ديال الفطور، نمسح الكوزينه دغيا دغيا ونهوي الدار، يعني نحل الشريجمات. هادشي تقريبا ما غاديش يفوت ليا واحد نص ساعه. غادي ندوز النقطه الثانيه، هي قاعده ديال 15 دقيقه اللي هي ربع ساعه كل نهار. غادي تختاري واحد القنت في الدار، مثلا عندنا بلاكار ديال الحوايج ولا ديال الكوزينه. يعني غتختاري واحد لاطاش وغادي تخدمي عليها بتركيز لمده ربع ساعه، اي 15 دقيقه بالضبط. بهذه الطريقه غتسالي الشغل كتير بلا ما تحسي بانك راه عييتي وانك راه ضاله كتشقي. غادي ندير واحد اللائحه اسبوعيه غادي تكتبي فيها المهام تقريبا الكبيره اللي خاصك ديريها خلال الاسبوع. يعني مثلا هاد السيمانه هادي مثلا اشنا هما الحوايج الكبار اللي عندك؟ مثلا باكينه غادي تغسليها، مثلا غادي تقدي الخضره، مثلا غادي ترتبي الكوزينه ديالك. غادي ديري يعني هاد اللائحه الاسبوعيه وغادي تفرقي هاد الاشغال على ايام الاسبوع. هاد الطريقه هادي كتعاونك باش صافي كتبروغرامي راسك وما كيكونوش عندك دوك الافكار متراكمه عندك في راسك بانك خصك ديري هادي وهادي وهادي وهادي. بالعكس، ملي كتنظمي وكديري هاد اللائحه الاسبوعيه كتركزي على الحويجات اللي غادي تخدمي في هذيك السيمانه فقط. وباش تحافظي على دارك ديما تبقى نقيه، فضروري بانك يعني تحافظي على النقاوه ديالها. فالدار نقيه ماشي هي اللي كتبقاي واقفه عليها النهار كامل وانت كتخملي فيها، ولكن كيفاش تحافظي على هذيك النقاوه. اولا نعطيك هنا بعض النصائح انك ما تخليش الشغل يتراكم عليك او يتجمع عليك. واول مثال تلقاوه وصعوبه يعني في المواعن غسليهم مباشره بعد كل وجبه. ما تخليش المواعن يتجمعوا في لافابو ديال الكوزينه، ما حدك كتخليهم وما حدك كتعكزي عليهم وكيزيدوا يتراكموا وكتولي الدار يعني ما نقياش. كيتجمعوا الروائح وكيتجمعوا كذلك تيجمعوا عليك المواعن، ما كتقدريش بالتالي تحيديهم. كذلك حتى بالنسبه الحوايج يعني اللي كتلبس يعني تحط في البلاصه المخصصه ليها، يا اما في بلاكار اللي موسخه تحت في سله ديال الغسيل. ما نخليوش الحوايج مرميين يعني فوق الفراش ديالنا ولا فوق الناموسيه ديالنا، باش كنعزلوا كل حاجه اللي ديال الصابون غتمشي الصابون، واللي بغات ترجع البلاكار ضروري ترجع البلاكار. غادي نعطيك واحد لاستيوس اللي هي مهمه جدا، هو التنظيف كما تنقولوا ديال الخطفه، تنظيف سريع. يعني قبل ما تنعسي ديري واحد الدويره على الدار، مثلا بانت لك شي حاجه مرميه ترجع بلاصتها سير بلاص. يعني هذه انا ما نعمرش راسي نقول بانها شي طاش اللي واعره او لا تنشقها ولا. ما حدك كديري دويره وانت اللي بانت لك مرميه على الارض حيديها. مثلا الطبله ديال الماكله بقات ممسوحاش مسحيها. والكوزينه كذلك طلع عليها واحد الطله، وحاولي ما امكن انك ما تخليش الماء يعني محطوطين ما راجعينش لبلاصتهم. وهكا في الصباح يعني كتفيقي وكتبان ديما الدنيا عندك مرتبه وكتفيقي حتى بواحد المورال اللي هو مزيان.
وما يمكنش نهضروا على الحداقة ونهضروا على شغل ديال الدار وعلى النظافة والتاويل بلا ما نذكروا يعني الروائح اللي تتكون جميلة في الدار. هنا ننصحك تستعملي ديما منظفات بريحة اللي تكون زوينة وما تكونش مجهدة، او لا حتى بخري الدار بالعود ولا يعني باي ريحة كتعجبك انتي. الريحة زوينة صراحة كتعطي واحد الإحساس بالنظافة، وكذلك حتى ليك انتي كتعطيك الراحة. فمني كنهضروا على التاويل فالحداقة راه ماشي غير في الشقة، ولكن حتى كيفاش كتباني وكيفاش كتبان دارك. يعني الدار راه هي مولات الدار. الا كنتي متوله في راسك يعني واخا تكوني في الدار ما تنسيش راسك، قدي شعرك، تلبسي حويجات نقيين مريحين. ضروري شويه ديال العنايه الشخصيه، ترطبي يديك الى غسلتي الماء. واكيد من بعد ما تسالي الشقه ديالك اولا شغل ديال الدار تلبسي بيجامه ديالك دوشي على شله. وباش تكوني متولة في الديكور ويكون عندك يعني صفة تاع الترتيب، فخص كل حاجة في دارك يعني تكوني دايرة ليها بلاصتها. هاد القاعدة راه ذهبية، يعني أي حاجة كل حاجة راه عندها بلاصتها، كتعرفي كل حاجة فين خاصها تكون. والترتيب بالنسبة لك كيرجع ساهل بزاف. كذلك التخلص من الكراكيب، يعني أي حاجة عندنا زايدة غادي نديرو واحد المرة في الشهر ونجمعو مثلا الحوايج اللي ما بقيناش كنستعملو ولا اللي ما صالحينش لينا نتخلصوا منهم، نصدقوهم، نعطيوهم الناس اللي محتاجين ليهم. الكراكيب كذلك كتجيب غير الضيق وطاقة سلبية. كذلك نحاولوا نزيدوا لمسات بسيطة، يعني في البيوت ديالنا نديروا ديكورات، نزيدوا ريضات مثلا، فيطات نقيين تحطوا في وسط الحمام. هنا هادشي كله كيعطينا طاقة إيجابية في أي ركن من أركان البيت. أما التنظيف العميق الأسبوعي فغادي نعتمدوه كيف ما قلنا مرة في الأسبوع. نختار واحد النهار مثلا الجمعة أو السبت مثلا، ونبداو نحيدو التنظيف العميق كيف ما قلت لكم. ضروري واحد البروغرام يعني اللي تيكون أسبوعي. مثلا الثلاجة راه غادي نمسحها مثلا مرة في الأسبوع، غادي نخويها، غادي نحيد داكشي اللي ما لايقش فيها. أي حاجة ما بقاش صالحة غادي نرميها وغادي نمسحها مزيان. كذلك الفرن مثلا، الفرن كنستعملوه كنعرفوا بان كنستعملوه يعني تقريبا كل نهار، حتى هو نطفوه مباشره من بعد الطياب او منين تجي مره في السيمانه، فنعاودو نديرو ليه واحد نيتواياج اللي تيكون شامل باش كيبقى عندنا نظيف وما كتكونش فيه الرائحه الكريهه. وكذلك غادي نجيو دابا الحمام او لا الطواليت، يعني اكيد من بعد كل استعمال كنحاولوا اننا نمسحوه واحد المسحه اللي هي سريعه. اما بالنسبه يعني التنظيف العميق فحتى هو مره في السيمانه، وهذا الشيء غادي يكون بالتدريج وبالتنظيم. فغادي يعني نديروا ليه واحد نيتواياج اللي غادي يكون شامل. غادي نركزوا على البلايص اللي كتكون فيهم مثلا الكانكير بالنسبه للافابو، بالنسبه للجناب ديال الروبيني، وغادي نمسحو مزيان، نحاولوا نعقمو، غادي نبدلو الفات الصغار اللي كنستعمل يوميا. دونك هذا مكان. اما بالنسبه للزاج، الا كان عندنا الزاج في الدار يعني كتير، فحتى هو غادي نديرو ليه واحد لوقيته مثلا مره في الاسبوع. غادي ندفو المرايه ديال الدوش ديال اي مرايه عندنا في الدار، يعني غادي نستعملوا ليها مواد كتحيد الكاركير ودوك الترسبات الكيسيه، ولا غير ما ديال الزاج ديال الدوش وندوزو عليه يعني هو والزاج والروبينيات. ما نساوش كذلك تهويه ديال الحمام، فالتهويه يعني مزيانه باش ما تكونش لينا فيها الرطوبه اللي كتسبب لينا في الروائح الخايبه وتراكم الجراثيم. وهنا الخلاصه اختي، بغيت نقول لك بان الحداقه والتاويل ما كيجيوش في نهار واحد، كيجيو بالتدريج وكيجيو اعتمادا على واحد العادات اللي كتبدا بتدريجيه، وكتبدا غير مثلا بالقليل كل نهار. كيف ما قلت لكم كل نهار نديروا واحد العادات اليوميه اللي هي صغيره، ولكن الفعل ديالها راه تيكون كتير. يعني باش تكوني حادقه ومتوله خاصك تكوني منظمه ومواظبه على هاد العادات الصغيره كيف ما قلنا، لان الخدمه القليله والمستمره احسن من الشغل الكبير اللي كيدار مره في الشهر. كان هذا هو البودكاست ديال اليوم، نتمنى تكونوا استمتعتوا معايا، ونقول لكم بسلامه ان شاء الله حتى البودكاست جديد. الى اللقاء.